كان هناك أخوان يحب بعضهم بعضا، بينهما من النصرة الشيء العظيم، مالك ومتمم ابن نويرة. وكان مالك هذا من فرسان العرب وأخوه متمم، ثم قدر له أن تقع له حادثة تأول فيها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه تأولا غير صحيح، فتبرأ أبو بكر من صنيعه. فعمد خالد إلى ضرار بن الأزور يأمره أن يقتل مالكا فقتله. فلما قتل ضرار بن الأزور مالك بن نويرة بناء على أمر خالد، قدم أخوه متمم إلى المدينة، وكان ذلك في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصلى الفجر مع أبي بكر. فلما صلى الفجر أخذ يرثي أخاه، وكانت في إحدى عينيه، أي في إحدى عيني متمم، عدم قدرة على الرؤيا، ومعه قوس يتكئ عليها. فقال: نعم الرياح، نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت، قتلت يا ابن الأزور، إلى أن قال: